المكان ده بقى غيّر لي قناعتي عن نفسي تمامًا، ليه بقى؟ لإن أنا واحدة من الناس كان عندي قناعة تامة إن أنا عارفة كل شبر في القاهرة وعارفة كل حاجة بتتباع فين، لحد ما لقيت نفسي في المكان ده ولقيت نفسي ما أعرفش عنه أي حاجة، ورغم عيشتي الطويلة في القاهرة إلا إني أول مرّة أعرف المكان ده، علشان كده حاولت إن أنا أقول لكم الصورة كاملة عشان تنبهروا زي ما أنا انبهرت بالضبط. قبل ما نبتدي بقى وقبل ما أقول لِك أنا فين، كالعادة روحي بسرعة اعملي للفيديو ده لايك واعملوا له شير، وتعالي أقول لِك على المكان الاكتشاف ده. أنا فين يا جماعة؟ أنا في العتبة، تحديدًا في شارع الجامع الأحمر. المكان ده أنا مش عايزة أقول لِك كنز، مش عارفة أقول اكتشاف، مش عارفة أقول إيه بالضبط، لإن فعلًا المكان ده مش لاقية له توصيف. ده بقى يا جماعة بيبيعوا عبوات أي حاجة تخُص بمجال التجميل أو العطور أو المنظفات، في كل حاجة ممكن تتخيلوها، من علب الكريم عندكم، من أول العلب الlocal أوي لحد الحاجات الhigh brand أوي، هتلاقوا هناك كل حاجة، حتى علب السيرم، حتى علب سيرم الشعر، العبوات بتاعة مثلًا زي رولون الديودرون دي عبوة زي كده بيتحط فيها الكريمات الفخمة جدًا، كل حاجة هتلاقوها هناك زي ما أنتم شايفين، سواء بقى عبوات الشامبو، عبوات الشاور جل، الكريمات، السيرامات، كل حاجة تخص العناية بالبشرة والتجميل، حتى العبوات اللي هي طلاء الأظافر، كل حاجة موجودة هناك، حتى كل حاجة خاصة بصناعة البخور، سواء بقى السوداني أو العربي، هتلاقوا كل حاجة، يعني عندكم أنواع عود مختلفة موجودة هناك. لقيت هناك كمان حاجة دايمًا باشوفها في النت وأول مرّة أشوفها، اللي هي الظفور دي وكمان المِسك السوداني الخاصة، وده حاجة كده نسيت هو قال لي عليه، حاجة برضه خاصة بصناعة العطور، وكمان لقيت عندهم الدِلكا السوداني، الناس اللي من السودان عارفة الدِلكا السوداني بتستغرق قد إيه في صناعتها، وكمان كل صناعة العطور خارجة من المكان ده يا جماعة. من أول الزيوت الأصلي لحد العبوات اللي بتتعبى فيها العطور، حتى الشنط بتاعة مزايا، هتلاقي كل حاجة هناك بأسعارها. كل المكان يا جماعة شغال على الموضوع دوّة. أنا لقيت هناك حاجات أنا كنت منبهرة طول ما أنا باصوّر، لإن الحاجات دي أول مرّة أشوفها، وده بالنسبة لي كان اكتشاف. حتى عبوات المكاييل هتلاقوها موجودة هناك، حتى الكحول الإيثيلي، كل حاجة موجودة هناك. وزي ما أنتِ شايفة كده تشكيلة، طبعًا دي سكاندال البنات كلها عارفاها. كل حاجة موجودة خاصة بصناعة العطور هتلاقيها متاحة هناك. لقيت تنوع رهيب من عبوات العطور، في الفخم جدًا وفي البسيط جدًا. دي طبعًا يليق عليها أوي الخط العربي، ودي كنت حاساها كده حاجة هندي كده جاية من الهند في إيدي. كل حاجة حتى البخور، كل حاجة موجودة في المكان ده. وزي ما أنتم شايفين حتى عبوات اللي هي الصغيرة بتاعة المسك والحاجات دي كلها متاحة في المكان ده. المكان طبعًا بيبيع جملة وقطاعي للي حابب. زي ما تشوفوا كده، أنا طبعًا طول ما أنتم ماشيين، دي أنا ما صوّرتش في محل واحد، أنا صوّرت في أكتر من محل، والمبخرة دي كانت عاجباني أوي، دي كان سعرها حوالي 300 جنيه. المبخرة دي عجبتني، دي كنت شايفاها في محل موجود برضه في الشارع الأحمر، بس هم رفضوا إن أنا أصوّر أي حاجة غير المبخرة، وأنا احترامًا لرغبتهم ما صوّرتش بس غير المبخرة. وأنا ماشية كده في شارع الجامع الأحمر برضه يا جماعة، عجبني أوي المحل ده، اسمه المواردي. عجبني ليه بقى؟ لإن أنا أول مرّة أجيب perfume تركيب ويعجبني ثباته، أول مرّة أجرّب وفعلًا ما اندمش. أنا عمري من الناس اللي عارفينّي وعارفين شغفي بالعطور، عارفين إن أنا ما باقتنعش أبدًا بموضوع التركيب ده، وعمره ما أرضى شغفي من ناحية حُبّي للعطور. بس فعلًا أنا لمّا جرّبت من عندهم الperfume ده وجرّبت الثبات بتاعه وتطابق ما بينه وما بين الريحة الأصلي بتاعته، عجبني جدًا. عنده برضه تشكيلة حلوة جدًا من العبوات، وكمان قالوا لي إن الfragrance بتاعتهم أو العطور والزيوت اللي بيجيبوها من نفس الشركات بتاعة العطور نفسها الoriginal بتاعة برّه. كل العطور عنده أو الزيوت مكتوب عليها made in France. أنا جرّبت الHerbapora دوّة، وثباته يا جماعة رهيب بجد مش ممكن. المكان حلو، جرّبوا وروحوا وشوفوا بنفسكم. في بنات كتير جدًا نفسها تعمل مشاريع من البيت، أديني جبت لِك فكرة مشروع حلو أهو. لو عجبِك بقى الفيديو وشايفاه يستاهل اللايك والشير، فيا ريت ما تبخليش عليه باللايك والشير، وأتمنى لِك كل خير، وتحياتي ليكِ دايمًا رشا الغفير.